اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل الكعك مثل المحلات بالضبط. حطيت هنا كيلو سميد عليه كيلو طحين وبسيتهم بعلبة سمنة من سمنة جنة، وحطيت عليه نص لتر زيت. بعدين حطيت وقية سمسم عليه نص وقية كلفة كعك، معلقة محلب مطحون، وشومر وينسون معلقتين و6 معالق حليب. راح احط كمان 6 فانيلا و6 بيكنج باودر. هاي بيكنج باودر وهاي فانيلا، 6 باكيتات. وراح احط كمان 5 معالق سكر. راح اخلطهم مع بعض. طبعا السميد انا عملته قبل بيوم، لازم تنقعيه قبل بيوم لحتى يتفتح كل حبات السميد منيح معك. بعد ما حطينا عليه كل هدول لازم ندعكه بايدينا منيح. وهي بعد ما عملناه وفركناه منيح، هلقيت انا بعجنه بماء زهر. نحط ماء زهر بالتدريج وبنحرك، طبعا مش تعجين، بطرف اصابعنا. وهيك صار شكله بعد ما عملناه. بصوا كيف طرية العجينة، عجينة مرتبة بتلزقش في الايد. وهيك صار شكلها، بصوا كمان بتلزقش في الايد ومرتبة. هي طرية كيف بتكوروا زي هيك بهذا الشكل، بتحطوا بالصينية على قد حبة الكعك. تحسوها قديش كبيرة او صغيرة بتاخدوا من العجينة نفسها. شكلها مرتب. طبعا ما بنحطش خميرة بالمرة لانه البيكنج باودر كتير، احنا حطينا 6 باكيتات. نعمله بهيك بهذا الشكل. طبعا العجوة هيها حطيت انا عجوة عليها كوباية زيت وكوباية ماء زهر على 2 كيلو ونص عجوة. وبحط سمسم حسب قديش بتحبيه، كتير فيه سمسم او قليل. بنحط فيه كمان رشة قرفة تقريبا نص معلقة او معلقة صغيرة، ورشة كلفة كعك. وهيك الكعك بعد ما عملناه وشكلناه وهيك صار جاهز. شايفين كيف الكعك حلو ومرتب.